يحضرني مشهد. خير اللهم اجعلك خير. انا في مكان كله ابيض ابيض، مش حاسس بايدي ولا رجلي ولا اي حاجه. يا مساء الفل. آه، النهارده في مغامره جديده، الا وهي ان احنا هنروح النرويج. مش عارف، هو ببص لقيت ان التيكت رخيصه وكده، فقلت ليه لا الصراحه. والنرويج ما بتتعوضش، يعني هي بتيجي مره واحده بس في اليوم. فعشان كده هنروح دلوقتي النرويج. بس الاول هنعدي على ماكدونالدز، نروح نشتري كام حاجه كده عشان الصيام. وبالمناسبه دي كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. بعد كده هنروح من ماكدونالدز بقى ناخد حاجة عشان هناكلها في المطار، لأن هنكون في المطار وقت المغرب لما يأذن. بس هنروح دلوقتي ونشوف بقى الموضوع هيبقى ماشي ازاي وكده. خليكم معانا. نكون وصلنا المحطة اهو. دلوقتي أنا في محطة الترام، وهنبدأ رحلتنا للنرويج. بس في الأول عايز أعرفكم على صاحبي هو من تركيا. هو الروم ميت بتاعي وكده. عايزكم تسلموا عليه وهو يسلم عليكم. سلام. هيكون هو الصديق في الرحلة الفترة دي. وبس مستنين الترام، مستنين الترام يجي. فاضل تقريبا بتاع 5 دقايق كده ويجي. يلا نشوفكم بقى هناك في المطار. أخيرا وصلنا. ما كانش هو أصلا صغير المطار، عبارة عن بتاع تفتيش واحدة يعني مكان تفتيش واحد وبس. وبنستنى المطار هنا في الحتة دي، يعني بنستنى الطيارة هنا في الحتة دي بالظبط. يعني بس هو تقريبا كده، يعني أصغر من كده ما فيش. أكيد تقريبا شفتوه في الفلوج اللي فات بتاع إيطاليا. وبس هنستنى بقى شوية أو شويتين، لأن احنا جايين بدري الصراحة. جايين بدري بتاع ساعتين تقريبا. خلاص بقى اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وقررت إن أنا أجي بدري بدل اللي ضاعت عليا في إيطاليا. بس هي عبارة عن نقطة تفتيش. بص استنى، نقطة تفتيش اهي. بس بس شكرا. هي دي. واصلا يعني كده وكده اخره هناك اهو. هو اخره هنا، وده جيم، وده المكان بتاعهم بس كده. وبس، وبارك الله فيما رزق. وحلو هو على كده. انا بحب الصراحة المطارات الصغيرة دي، بحس ان هي بتحتوينا. وحاجة كمان، ان احنا هنوصل هناك متأخر، او مش متأخر يعني ايه، بالليل كده على الساعة 8 9 تقريبا. بالنسبة لهم هيكون متأخر اكيد يعني. بالنسبة لهم هم الحياة بتنتهي تقريبا الساعة 6. فتقريبا هنقعد في المطار شوية، وبعد كده هنصحى الصبح بقى. تقريبا هنبقى في مغامرة اقسم بالله، لان احنا ولا مخططين ولا اي حاجة، ولا اي حاجة خالص يعني. بس احنا ايه، يا دوبك لقينا تيكت رخيصة، يلا بينا يلا بينا كده على طول. فاحنا مش مخططين اي حاجه، ومش عاملين حساب لاي حاجه وهنمشي كده يعني. هو احنا هنقضي هو يوم اصلا، يوم وراجعين على طول. فهنجربه يعني، يا اما ان شاء الله يظبط. ان شاء الله يظبط، انا متفائل الصراحه. هو الواضح انه انا هفطر على الطياره، ولاول مره بفطر على الطياره لان مفيش وقت. الوقت تقريبا 18، يعني ستة ونص هيطلع الطيارة، هتطير 6:30. والمغرب بيأذن مثلا 6:15 تقريبا، حاجة شبه كده. ف... فتقريبا يا هفطر على الطيارة يا هشرب مية على الطيارة على الأقل. ولما انزل بقى يبقى نفرش الفرش الكبير، ناكل ونعمل كل حاجة. بس نبقى نشوفكم واحنا رايحين على الطيارة. الموضوع طول،
فانا هاكل هنا بقى. بقاله بقاله نص ساعة بيقول فاينل كول لحد ما المغرب أذن. يلا نشوفكم على الطيارة. جو غائم، تحس انه في فيلم والله. اللحظة اللي دي كده تحس انت راكب ملاهي. وصلنا. استنى كده. والله وصلنا بس انا مش فاهم حاجة يعني. المطار صغير قوي وضيق كده، عارف اللي هو ما ينفعش يتقعد فيه او حاجة شبه كده. فانا مش فاهم حاجة، ولا انا ولا الجيم مش فاهمين حاجة خالص. هو بس يا دوبك ايه دي مثلا، ثانية اوريها لكم مثلا الحتة دي بس انما باقي المكان كده يعني مثلا ما فيش اماكن للقعدة اصلا يعني. بص هو ما فيش غير باب واحد وشكرا كده وشكرا خلاص على كده. فهل هنستنى لبكرة في نفس المكان ولا لأ؟ مش عارف الصراحة. الجو يا جدعان تلج. الجو تلج. الجو حرفيا كان في تلج اصلا اوريدي موجود، تلج هنا اهو في الحته دي. بس مش عارف الجو ساقع اصلا يعني. برضه مش هيوكي ايه يا جديشاس اوتو بارك. تقريبا مفيش حل تاني غير ان احنا هنقعد في المطار طيب هو من الواضح ان احنا هنقعد هنا لحد الصبح. وبعد كده لما يطلع الصبح ان شاء الله يكون اول اتوبيس او اول قطر رايح على المدينه. ناخد قطر بقى، هننزل بقى المدينه نشوف بقى. انا ما عنديش خطه الصراحه، ولا جيم صاحبي عنده خطه واحنا سايبينها على الله كده. فهنشوف لسه هنعمل ايه. وبعد ما نخلص على طول هنرجع تاني، هو مفيش وقت لان احنا حاجزينها مثلا تاني يوم، لان الصراحه من اغلى المدن تقريبا او الدول اللي انت تروحها، بس تستحق التجربه يعني. الراجل بتاع الامن جه وروق علينا الصراحه. شافنا كده قاعدين تقريبا سألنا عليه ولا ايه. ادى لكل واحد فينا يعني زي كرواسون كده، حاجه بالجبنه وكده، معجنات يعني. وجاب لنا كاتل وجاب لنا شاي وجاب لنا مكان. حتى قعدنا في مكان كان افضل من كده يعني، بس احنا صحينا اصلا. وقال لنا شايكوا اهو، اكلكوا اهو، عايزين تشحنوا موبايلاتكوا هنا، السلام عليكم. فنمنا والله، نمنا تقريبا بتاع ساعتين كده وصحينا. واهو دلوقتي خلاص هنخرج دلوقتي، هنشوف هنروح فين. الجو برا تلج بس انا عامل حسابي. تحسوا ان انا مخنوق شويتين تلاتة، بس الجو تلج يا جدعان. بصوا يعني القطر ده رايح اوسلو، بس احنا مش رايحين اوسلو، احنا رايحين سانديفورد، مكان تاني خالص، او المكان العكس هو اللي جاي منه اصلا. فاحنا لسه هنستنى. احنا حاليا مستنيين القطر. مش عارف زي ما انتوا شايفين كده. بس كل ده هو مفيش غيرنا تقريبا محطة، انا وجيم وفي 2 كمان اللي رايحين المدينة دي. بس يعني هو انا عامل كده ليه؟ لا مؤاخذة يعني على شكل يا جدعان، بس لأن أنا لا مؤاخذة على شكلي، بس هو يعني
يعني مفيش بايدي حاجة الصراحة. الجو تلج. انا دلوقتي ادركت ان احنا قد ايه اذكياء الصراحة، ان احنا ناخد تكتات ونروح النرويج دلوقتي في الوقت ده. بس والله ما كانش بتمطر تلج والله اول ما جينا يعني. والله يا جدعان ما كانش كده اقسم بالله. بس هو على حظنا مطرت تلج. يحضرني مشهد. خير اللهم اجعله خير. انا في مكان كله ابيض ابيض، مش حاسس بايدي ولا رجلي ولا اي حاجه. مثلا انا من كتر ما انا مصدومين ان احنا جينا في الوقت ده عمالين نضحك يعني. بس احنا بنضحك يعني. بس بص، مفيش غير جيم واتنين تانيين بس في المحطة، ودي المحطة بس. شكرا على كده. بس البتاع دي هي بس المحطة يعني، فاهم؟ بس وادي السكة كده بس. شكرا على كده. بس هنشوف يعني. تمام ماشي يعني. انا جيت خلاص. بس خلاص يعني انا جيت. ف خلينا متفائلين وهنقضيها بالطول وبالعرض. هنقضيها ان شاء الله. يا جدعان الساعة 12. الساعة 12 والله وجه بالظبط. السلام عليكم. ده جاي. امم انا ما لحقتش اتكلم في البتاع ده. وصلنا هناك. والله ما لحقت. اقسم بالله يعني. ما لحقتش حتى نتكلم ولا نشوف البتاع ده. صباح الضحك. في الكابينة بتاعت التليفونات في كتب. فانا مش فاهم هل بيسيبوا هناك كتب كده يعني للناس وكده ولا لا. مش عارف الصراحة. احنا حاليا رايحين الساحل بتاعهم. طيب يا جدعان، هي تقريبا من الواضح كده هي تقريبا قرية صغيرة. يا ساتر. محمد سراج قال لي التكرار ده. تقريبا في مقابر. البداية ما بتشيلها بالخير، فاهم؟ تقرا لما الفتحة وتخش المدينة. استنى. بس المكان لسه مفيش غيرنا احنا والناس اللي نزلت من القطر. تقريبا الناس ما بتصحاش دلوقتي ولا ايه؟ في الاساس اصلا بيعيش ناس قليله تقريبا يعني. لما فتحنا جوجل حبينا نبص على بيعيش كام واحد هنا. لقينا في المدينه بتاع 44,000 تقريبا. يعني قليل قوي يعني. تقريبا شارع عندنا في مصر. للناس اللي لا مؤاخذة يا جدعان على شكلي، بس الموضوع بيتطور فالجو بيسقع أكتر. لأن بالنسبة للناس اللي بتحب الفايكنج وكده، ففي هم هنا زي جمعية تقريبا، جمعية خيرية تبع الفايكنج. الموضوع مضحك أوي. الفايكنج عاملين جمعية خيرية. فبيصنعوا الحاجات اللي هي كانوا بيعملوها زمان، اللي هي دي الفؤوس بقى والحاجات. الأسلحة بتاعتهم كانت زمان نفس الطريقة كده. ودي اللي هي الطريقة بتاعت اللي لما كانوا بيبنوا المراكب وكده. و... ودي المركب بتاعتهم اللي بيوريك مثلا اللي هو ايه ازاي مثلا كانوا بيبنوها والكلام ده. و يعني تقريبا زي مثلا متحف بيعملوه. وفي نفس الوقت كتمويل يعني. كتمويل من الناس اللي بتيجي بيدخلوه في الموضوع بتاع صناعة السفن بتاعتهم اللي شبه كده دي. بيبدأوا ما يصنعوها بإيديهم. فدي الحالة الأخيرة بتاعتهم. أنا اكتشفت حاجة مهمة جدا. ألا وهي إن المدينة اللي إحنا موجودين فيها والله هي جت بالحظ الصراحة. يعني هي جت بالحظ. أوكي ما علينا. قلت له فوقينا فعايزين يعملوا حاجة أكيد. ما علينا. اللي أنا اكتشفته بقى يا معلم
اللي انا اكتشفته ان المدينه هنا دي المدينه اللي احنا فيها اسمها سانديفورد. دي من اوائل المدن اللي عملت سفن الفايكنج، ومن هنا تقريبا من اوائل الناس يعني بدات سفن الفايكنج تبدا من هنا يعني، وبدا ينتشروا. فكاتبين على الموضوع ده، بشوفه مضحك الصراحه، انه بعد ما اتفرجت مثلا على مسلسل فايكنج ما كملتوش، بس طبعا قريت عنه في الحقيقه يعني، مش في المسلسل بس، ان بيقول لك ان احنا عملنا احسن اختراعات مثلا بالسفن والتجاريه والكلام ده، وان احنا بنمثل عصر الازدهار ومش عارف ايه. وانا بكل بالي ان هم عاملين يروحوا كل حته في اوروبا عشان ياخدوا منهم الحاجات. بس قشطه يعني، دي تماثيل حلوه يعني. بصوا مثلا كل علاقتهم بالبحر هم عباره عن فايكنج. فبص التمثال، مش عارف شايفينه ولا لا، بس ناس على المراكب وفي حوت. وصلنا ولفينا شويتين 3. كانت مغامرة جديدة عليا وعلى صاحبي. ولأول مرة يعني أجي أي دولة من دول الإسكندنافية دي. الصراحة عجبتني يعني، حقيقة عجبتني. باين عليهم العيشة حلوة يعني، هم لا حسد يعني. وحاليا احنا في طريقنا للرجوع بقى للمطار، ومن المطار هناخد الطيارة على طول. وصل. اساسا بصوا يا جدعان، بيمشي فين 12 ثانية بالظبط. يعني مثلا هيمشي على ايه، مش عارف واضح ولا لأ، بس هو 3 2 1 وها. مشي بالثانية يا جدعان، مشي بالثانية حقيقي، مشي بالثانية في القطر. صباح الضحك يعني. بص هنا كمان في قهوة، في ايه، في كابتشينو، قهوة اسبريسو، وفي بتاع والله ما عارف ولا اقول ايه الصراحة. بصوا يا جدعان، هو في النرويج تمام القطر بيقف بالثانية، مش بالدقيقة ولا كده، بالثانية. استنى اوريك. بصوا يا جدعان واقف ازاي. واقف بالثانية تقريبا، واقف بالثانية حقيقي، بالثانية مش بالدقيقة، بالثانية يا جدعان. والراجل كمان اهو، الراجل اللي وصلنا راجع ياخدنا، هو نفس الشخص تقريبا. فحاجة عظمة الصراحة. والله تجربة مش وحشة، حلوة والله خالص يعني، عجبتني الصراحة. أول مرة فالصراحة مبسوط بيها. وصلنا. عارف كده قطرين. بس خلاص شكرا كده. احنا ايه وصلنا تقريبا يعني، مش وصلنا للنص. انا عمال اهز فيكم والله. لو في حد، لو ثواني كده، لو في حد بيكمل الفيديو لحد هنا، انا شكرا ليك والله العظيم. اقسم بالله شكرا ليك، لاني